السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة على قناتكم الكرة الحلوة اللي كان النهارده عن ماتش الأهلي والمحلة في الجولة 23 من الدوري العام الممتاز. الحال الموضوع النهارده كان أشبه بالفخ نادي الأهلي. النادي الأهلي جاي من مباراة كبيرة جدا ضد الهلال، كسب 3-0، اتأهل دور 8 دوري الأبطال. فكان المباراة زي ما بيقولوا مباراة عليها التركيز كله، الإدارة والجماهير واللعيبة مركزة. فدايما الماتش اللي بعد الماتش الكبير دايما بيبقى فيه مشكلة، اللعيبة خلاص بيحصل لها استرخاء عشان تشحن نفسها من جديد، وبقى الموضوع بيبقى بالسهل على المدرب واللعيبه. انت جاي من فوز كبير في ماتش كبير، فبيبقى الماتش عليه دايما ده ماتش صعب. دخل المباراه النهارده متصدر دوري الاريحيه 44 بونت ورا فيوتشر ب 42 بونت، مع فرق ماتشين. في حقيقة المباراه النهارده كانت مهمه للنادي الاهلي ان هو يكسب عشان يبعد ويستريح اكتر واكتر. الاهلي في المركز الاول 44 بونت، المحله فريق مكافح، فريق بأقل امكانيات بيقدم موسم كويس، عنده 40 بونت، المركز الثامن، جاي من فوز على اتحاد اسكندريه 2-0، فوز كبير على فريق كبير، فمعنويات عاليه جدا. الاهلي ابتدى النهارده مباراه 4 تغييرات عن ماتش الهلال. علي لطفي مكان محمد شناوي الروتيشن او التدوير، خالد عبد الفتاح مكان محمد هاني المجهد تماما، لعب على جيل المنتشر الفتره اللي فاتت. ابتدى حمدي فتحي كان بديل الماتش اللي فات، وابتدى بحسين الشحات اللي هو كان بديل الماتش اللي فات. لعب نقطة 4-3-3 من غير صانع العاب صريح، اعتمد على ثلاثي الوسط مروان وحمدي والسولية. كانوا بيتبادلوا المراكز، يعني زي ما بيقولوا حسب، يعني بيتبادلوا الزياده، ده بيزيد مره، ده بيزيد مره. ده بان حتى في الفرص اللي صنعت ان هو كل لعيب جات له فرص او عمل فرص. الناحيه الثانيه المحله لعب بطريقه 3-4-3، هي تحولت ل 5-4-1. هو بيلعب بخماسي دفاعي، 4 في الوسط، بيعتمد على مناوشات النيجيري باسي، ومع احمد شيخ هداف الدوري. زي ما بيقولوا بينور، حاول يلعب على هجمه مرتده. الاهلي ابتدى المباراه بدون مقدمه، ضغط شديد جدا. الدقيقه الثانيه فرصه كهرباء، الحق الكوره لعبها له ورا الدفاع حسين شحات رائعه، كهرباء لعبها كانت في وش الحارس احمد نيوب، حارس كويس جدا. دي كانت اول فرصه. بعد كده المحله تكاتف بشكل كبير جدا، الفريق بقى بيلعب ال10 تحت الكوره، فقفل المساحات على النادي الاهلي مع بطء النادي الاهلي شويه. فبقى الحل بعد كده، الحل اللي قدام الاهلي ان هو التسديد، فابتدى الفريق يعتمد على التسديد. عندنا بدايه 19 او 20 تسديده قوي جدا، عمرو سوليه خدها زميله على لعيبها، جت اعلى المرمى. بعدها حمدي فتحي عرضيه في الدقيقه 21، حقيقه عرضيه خطيره جدا، عرضيه لعبه راسيه، الحارس انقذها مع العارضه، كانت فرصه هدف كبير جدا. الاهلي استمر في الضغط. بعد كده عندنا تسديده قويه جدا، منى عطيه جت على سير المرمى. خلاص المحله متكتل جدا، الاهلي مش عارف يخش من العمق، العرضيات الطرفين ما اشتغلوش كويس. عبد القادر ما طلعش، كان بيتاخر، يعني ما بيطلعوش بسرعه. الناحيه الثانيه خالد عبد الفتاح ما كانش فرصان النهارده، فاللعب كله بقى في العمق. فالاهلي كان حل متاح دلوقتي قدامه اللي هو التسديد. استمر المباراه تكاتف كبير جدا من المحله، مقابل محاولات هجوميه مستمره من الاهلي. عندنا في الدقيقه 42 الهدف الاول للنادي الاهلي، هدف خطا دفاع المحله، لعيب مصطفى الشيخ سجله في نفسه. هنا يا جماعه الدفاع، لما فريق بيدافع دايما بيتعرض للاجهاد والضغط. انت بتدافع، فانت بتبذل مجهود كبير جدا عشان تقفل المساحات. بتيجي حتى لو مساحه صغيره، الناس فاكره الدفاع ده حاجه سهله، انت بتجري عشان تقفل المساحات. الدقيقه دي بتعمل مجهود كبير، مجهود بدني وذهني. انت ذهنيا برضو انت بتحاول يعني تركز جدا جدا عشان ما يخش فيك هدف. عندنا في الدقيقه من فاول علي معلول لعبها، فلعبها في اتجاه المرمى، لعيب مصطفى حاول يشيلها، جت في رجله سوء حظ طبعا، ودخل صعب جدا. هدف النادي الاهلي على يمين الحارس احمد ميهوب، حارس كويس، انقذ كور كتير. هدف ادى هدوء النادي الاهلي وادى اريحيه. انتهى بيه الشوط الاول 1-0. هنا كان السؤال، المحل هيعمل الشوط الثاني، هل هو هيستمر بنفس الطريقه؟ الاهلي الشوط الاول عمل 13 محاوله على المرمى، مقابل ولا محاوله المحله 70%. فهل المحل هيستمر بنفس الطريقه ولا هيعدل طريقه لعبه؟ هل المحله عدل طريقه لعبه على طول، ابتدى تغيير هجومي، ان نزل لعيب جبر الاورك في بدايه الشوط الثاني. في اول دقيقه لعيب كريم مصطفى هدف مؤكد. الحقيقه برده حاجه صعبه جدا ان الاهلي من اول هجمه كان هيجي في جون. اللعيب استلم وسط اللعيبه، واللعيبه كريم مصطفى لعبها برجل الشمال على شمال علي لطفي، جور القايم الشمال، كل فرصه خطيره جدا. يعني تخيل انت من اول فرصه كان كنت هجيب جون. الاهلي حاول يستحوذ على الكوره، يهدي اللعب شويه. المحله خد الريسك، خلاص عمل تغييرين، نزل حازم مرسي وابراهيم كونيه، وفتح الملعب.
خلاص الراجل خلاص 1-0، لا انا عايز اتعادل. الحقيقه رد اللي هو ما اتاخرش في الدقيقه 56 ضرب جزاء على نفس اللعيب. الحقيقه سيء الحظ مصطفى العش، عرضيه من المطلق حسين الشحات جت في ايده، ضربه جزاء صحيحه 100%، دخلها علي معلول سجلها يا جماعه. ضربه الجزاء يعني معلش، اللعيبه بتخش بتلعبها اللي هو بيستنى وعايز يلعبها بشكل جمالي، والحارس يقع على الارض يعمل عريب بانيجا او ان هو يلعبها بشكل جميل. لا، ضربه جزاء يعني انا شايف وجهه نظري انك سددها بقوه في احد الزاويتين. يعني انت بتخش بتسددها بقوه لان الكره دايما اصلا حارس المرمى. علي معلول ضيع ضربه جزاء في ماتش فلامينجو، دخل حطها ضعيفه، برونو عايز يحطها بشكل حلو. لا النهارده مش كده، الراجل دخل حط فيها قوه ببطن رجله قويه جدا على يمين الحارس راح في زاويتها، بس الكره اسرع منه. هدف تاني النادي الاهلي، هدف رايح النادي الاهلي تمام. وفي نفس الوقت المحل خلاص فتح الماتش، المحل خلاص بقى بيلعب مباراه مفتوحه زي ما بيقولوا. خلاص الراجل خد الريسك، ابتدى يهاجم. المباراه اتحولت لمحاولات من المحله بدون خطوره كبيره على النادي الاهلي. في المقابل مساحات في دار الدفاع الاهلي بقى بيروح للمرمى كتير. عندنا في الدقيقه 67 احمد عبد القادر. احمد قادر النهارده قدم مباراه سيئه جدا جدا. الراجل عدى من ناحيه الشمال، زود فتحته تماما، عايز جون مفتوح له، والناحيه الثانيه كهربا واقف لوحده، لو عمل بعرض جون 100%. لعبها سيئه جدا بعيد عن المرمى. بتلخص اداء احمد قادر السيء جدا النهارده. الراجل السيبر عليه جدا جدا جدا. يعني الراجل بعد ازمه المباراه اللي فاتت والعقوبات والاعتذار، الراجل ما حبش يعني ايه يتوحد زي ما بيقولوا، فاداله المباراه من اولها. بس هو ما استغلش ده. هنتكلم بره يعني عبد القادر، هو المشكله ان هو عايز يعمل في كل كوره شكل. انا مش مطالب ان انا كل ما اجي لي الكوره استلم الكوره وابان ان انا لعيب وان انا عارف ان انا مهاري. لا، ساعات بيبقى اللعب اللمسه واحده بيبقى اسهل واخطر بكثير. اعدي في موقف معانا 1-على-1 دي، اعدي في موقف معانا، لكن مش كل كوره هعدي خلاص. فاللعيب عارف ان انا دايما عايز اعدي، فبيقفل على الزاويه بواحد واثنين، واحد بيضغط والثاني بيغطي، خلاص بيقفل عليك الزاويه. انت بتعطل زميلك. يعني انت دايما خلاص علي معلول بيعمل الزياده، فانت مطالب ان انت تستلم وتطلع علي معلول. خلاص هو بيعمل اوفرلاب ويعمل الكره عرضيه او بيكمل بشكل خطر جدا. فانت انت النهارده عبد القادر افسد كميه هجمات على فريق. مشكله ان انت بتهاجم وتعمل تدرج بالكوره من حارس المرمى للدفاع لخط الوسط للهجوم، توصل له كوره في مكان مؤثر على منطقه الجزاء يقوم يضيعها، فالكوره ترتد عليك. المحل ما كانش فيه خطوره كبيره النهارده لحد ما، بس مع فرقه ثانيه هتبقى مشكله. انت عندك مثلا نهائي الكاس مع بيراميدز عنده لعيبه مهارات فرقه عاليه جدا. يعني ممكن بكره ايه ده يعمل هجمه عليك يسجل فيك جون بلمستين ثلاثه. عبد النهارده كان سيء جدا جدا جدا. في الدقيقه 67 ضيع كوره كانت هتبقى 3-0. الدقيقه 68 حازم ايهاب سمير باك شمال عمل هجمه عن طريق الكوره مشيت معاه، وصل دخل منطقه الجزاء ولعبها برجل الشمال بوش رجله. كان فرصه هدف مؤكد على شمال علي لطفي. يعني كانت بدأت 3-0، كانت هتبقى 2-1، كنت هكرر المباراه. الراجل دخل كرة في الدقيقه 72 برضه اتاخر في تغيير، يعني كان المفروض يغير بدري عن كده. عمل تغيير ثلاثي، نزل بيرستاو اللي كان مريحه، نزل محمد شريف، ونزل احمد قندوسي. التغييرات صحيحه. خرج السوليه والشحات وكهرباء، الثلاث تغييرات للراحه مش لسوء المستوى. يعني كهرباء بيعمل مجهود كبير جدا جدا، وعمار شفاء برضه مجهود كبير. الراجل بيريح. نزل محمد شريف برضه عشان ما يبعدوش خالص. محمد شريف هداف، فانا مش عايز اخسره، مش عايز ابعده لحد ما يقفل في نفسه. نزل محمد شريف، نزل احمد قندوسي لعيب جزائري موهوب جدا، صانع العاب كويس جدا جدا. خلاص بقى غلطه لعبه 4-2-3-1 معانا صانع العاب صريح. نزل احمد قندوسي مكان السوليه، ونزلت محمد شريف مكان كهرباء. بيرسا ما كان حسش حد اداؤه ثابت. يعني حسش حاجه يا جماعه بقى له 3-4 شهور اداؤه ثابت. اضافه هجوميه قويه جدا. طبعا بيرسا في مستوى مذهل دلوقتي، فالراجل نزله خلاص. المحله فتح، هيلعب من المساحات، غير طريقه اللعب. المباراه استحواذ الاهلي بيحاول يهدي الكوره، يسعسع الكوره، مش عايز يطلع باصابات ولا بخساره يخش في جول. عندنا في الدقيقه 80 الراجل دخل تاني، نزل محمد ضو كريستو. لعيب موهوب جدا سريع، محتاج وقت. يعني انت برضه لعيب برضه نفس القصه، لعيب جاي من الدوري التونسي، لعيب سنه صغير، محتاج ادخله واحده. بس كنت نفسي اديله اكتر من كده، اديله يعني نص ساعه 25 دقيقه، يبقى 10 دقايق تبقى قليله جدا. فادي مساحات تبقى بشكل كبير جدا في المحله. بيرسا ضيع جونين في اخر 10 دقايق، انفرادين تامين. الجونين الحارس احمد ميهوب عمل بشكل كويس من هنا، وشكل سيء من بيرستاو. اللعيبه اعتمد على القوه مش على المهاره. يعني كورتين جولوا ناحيه اليمين، على ناحيه الشمال على رجل اليمين، كانت عايزه لمسه. هو لعب كوره بقوه في جسم حارس مرتين، يعني فرصتين انفرادين مؤكدين.
في وسط دول كان في فرصه خطيره جدا جدا، لعب مصطفى العيش برضه هجمه عنتريه مش هجمه نظاره، الراجل دخل زي بقوته كده زي ما بيقولوا، طايح في الكره، خدمته شاط الكره جت في القائم الامام العارضه، كان ممكن تيجي جون، كان ممكن تحاول تيجي من 2-0 2-1، كان برضه هتكهرب الدنيا شويه في الوقت اللي باقي. الاهلي بيحاول يجمد اللعب زي ما بيقولوا، الاهلي بيحاول يجمد اللعب عن طريق عن طريق مطول جدا النهارده اتكلم عنه بعد نهايه الماتش. بيحاول يجمد الكوره عند برضه المحله، مساحات شوارع في خط الدفاع. عندنا في الدقيقه 90 هجمه مساحات شوارع، بيرستاو انطلق هجمه 3-2 لعبها القندوسي، سددها على الحارس احمد ميهوب انقذها بشكل ممتاز، ردت محمد شريف سند ولعبها في الجون مره واحده. ده المطلوب يا جماعه، سند لما مره واحده، لما سند خلاص الثانيه في الجون، ارضيه في المرمى، في المرمى. الهدف الهدف كان محتاج محمد شريف جدا جدا عشان يعيد الثقه. انتهت المباراه فوزنا 3-0، فوز كبير ليه مكاسب كتيره جدا جدا جدا. يعني الفوز ده رفع رصيد الاهلي 47 بونت من 19 ماتش، بعديه فيوتشر 42 بونت من 21 ماتش. فانا فريق 5 بونت مع ماتشين انا الفريق اللي بعديه بيراميدز تعادل مع مقاولين مع عنده 40 فرق 3 ماتشات، فخلاص فبوسع الفرق مع فيوتشر وبيراميدز، وبعد كده الزمالك بعيد طبيعي في المركز السادس، فخلاص فبيدي فريق اريحيه. فانا دلوقتي فرقت عن الفريق اللي بعديه 5 بونت مع ماتشين اقل، فبلعب بهدوء. حاجه ثانيه كلين شيت، انا طلع النهارده كلين شيت برضه، ان انا لاعب داخل فيا 7 اجوان في 19 ماتش في الدوري، ده رقم ممتاز، رقم ممتاز. اقل من داخل فيا اقل من نص جون من نص هدف كل ماتشين، يعني معدل ممتاز. جبت 3 اجوان برضه، سجل 3 مش سجل 3، فده بيدي ثقه للهجوم، الفريق بيوصل كتير وبيضيع كتير بس بيسجل 3 اجوان. دفعه معنويه قبل ماتش الكاس، عندي ماتش كاس يوم الاثنين مع بيراميدز نهائي الكاس، ماتش ببطوله، ان انا اطلع النهارده برضه فايز، حاجه معنويا بتدي هدوء للفريق. الراجل طالع برضه النهارده ما عندوش اصابات، فطالع الاسقاط كله جاهز للماتش الجاي، يلعب اللي هو عايزه، رايح اللي هو عايزه، مكاسب كتيره جدا. برضه نتكلم عن نجوم المباراه. رقم 1 مروان عطيه، الحقيقه بيقدم مستوى، اتمنى يكمل على مستوى مذهل برضه. مروان عطيه بيأدي بشكل ممتاز يا جماعه، دفاع وهجوم، بيعمل ربط بدفاع وهجوم بشكل ممتاز، بيعمل اضافه هجوميه، لعيب عينه حلوه زي ما بيقولوا، عينه حلوه، الكره ما بتطلعش من رجله غلط تقريبا، كلها باصات ممتازه وباصات للامام وباصات زي ما بيقولوا الباص اللي هو المفتاحي، ان هو يبتدي بيه الكره خطر. يعني في لعيبه يا جماعه بتلعب زي مثلا حسام عاشور كان بيلعب كره المضمونه اللي جنبه او اللي وراه، لا مروان عنده الريسك اللي هو بيلعب الكوره بتعمل بدايه هجمه، بتعمل هجمه، فحابب يعملها بشكل ممتاز جدا، قوه بدنيه، لياقه، بس انا ما شاء الله اتمنى ان هو يستمر على المستوى ده، ما يتاثرش الاشاده دي تديله دافع، ما تخلوش ان هو يقل او يتكاسل. يعني في نفس الوقت عايز برضه كل ما يخرجش الملعب، خلاص انت لعيب عايز يعمل حاجه، جعان كوره زي ما بيقولوا، عايز يلعب في الاهلي وعايز يثبت نفسه، فخليه في الملعب ما تطلعوش، خليه يعني في اللعيبه الثانيه. حمدي لعب وريح، السوليه برضه بيريح، ديانجي بيريح، خلي مروان دايما اساسي وحط حد معاه. رقم 1 مروان، رقم 2 رامي ربيعه، المحايد رامي ربيعه يا جماعه لعيب ممتاز، امكانياته كويسه جدا جدا، بدنيه فنيه، عنده يعني امكانيات بدنيه كويسه، عنده لياقه كويسه، لما بيركز حابب مدافع مش طبيعي. يعني رامي لما بيركز يا جماعه صعب جدا تعدي منه او تتخطاه، عنده قوه وعنده سرعه وعنده لياقه بدنيه، بس ساعات بيفرق التركيز. حاجه يعني انا فاكر له طبعا موسم عمله احمد حجازي، موسم احمد حجازي كانوا 2 مساكين، دخل في الاهلي 6 جوان في الموسم كله، كان موسم خرافي، كانوا هما الاثنين اساسي في اهلي منتخب مصر. فرامي حقق النهارده قدم مباراه بلا اخطاء زي ماتش الهلال، يعني حقق مباراه مثاليه زي ما بيقولوا. عندنا حسين شحات اضافه ثابته لهجوم النادي الاهلي، حسين شحات يا جماعه هو موجود، انت كمتفرج عارف الراجل ده هيصنع خطوره، هيعمل خطوره، هيعمل جون، هيجيب جون، اداؤه ثابت بشكل ممتاز جدا جدا جدا. يعني دول كان اهم نجوم المباراه النهارده. المباراه زي ما بيقولوا فيها مكاسب جمهور النادي الاهلي، الف مبروك النادي الاهلي الفوز. مباراه ممتازه، مباراه جيده، ان شاء الله التقيكم الماتش الجاي، ماتش بيراميدز. السلام عليكم.